في وقت من حياتي كنت حاسة إني ماشية وخلاص، باصحى وبانام وآكل وأتكلم، بس قلبي كان فاضي. كنت دايمًا باضحك مع الناس، بس أول ما أقعد لوحدي أحس بخنقة كأن في حاجة ناقصة جوايا ومش عارفة أكمل من غيرها. كنت باصلي، بس بسرعة كنت باذكر ربنا بس مش من قلبي. دايمًا عندي هَم مش مفهوم، خوف مش مُبرر، دمعة قريبة أوي لأي سبب كده، تلاقوني كده باعيّط على طول، لحد ما في يوم حصلت اللحظة اللي غيّرت كل ده. هاحكي لكم على الفترة اللي كنت فيها بعيدة عن ربنا. كلنا بنتعرّض لفترات ضعف، وده طبيعي، بس المشكلة إن أوقات بنعيش فيها كتير ونتعوّد على البُعد، نبعد بقى عن الصلاة، عن الذكر، عن القرآن، ونقول لنفسنا بُكرة هنتغيّر، طب بعدين، ده لسه في عندنا وقت. وده اللي كنت باعمله كل مرّة، أقول لنفسي لمّا أروق، لمّا أخلّص اللي في إيدي، لمّا أكون فاضية، بس عمري ما كنت بافضّي قلبي لربنا. واللي زاد التعب إني بدأت أحس إن حتى الناس مش فاهماني، وإن الدنيا بتضيق عليّا أوي، والراحة مش لاقياها، لا في خروجة ولا في تليفون ولا في أي حاجة، لحد ما حصلت العلامة. تعالوا بقى أقول لكم على العلامة اللي صحتني ولحظة التغيير اللي بجد خلتني أتغير. كنت قاعدة كده لوحدي وبكلم نفسي بصوت واطي، عمالة أقول لنفسي هو في إيه؟ أنا كده ليه؟ هو إيه اللي بيحصل في حياتي؟ مش حاسة بطعم الحياة ولا حاسة بأي حاجة حلوة في حياتي. فجأة سبحان الله كنت كده بقرأ في سورة الحديد في التليفون، وبعدين لقيت قدامي كده آية، هي آية رقم 16 يا بنات. سبحان الله، ما أقولكوش قد إيه الآية دي لمست قلبي وقد إيه أثرت فيا. وهي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية دي دخلت قلبي زي السهم، حسيت إن الآية دي جاية لي أنا، يعني جاية لي مخصوص. فعلا ألم يأني، مش كفاية بعد، مش كفاية تعب، مش كفاية ضياع. تعالوا بقى أحكولكوا على أول خطوة رجوع، زي ما بنقول كده بداية الطريق. سجدت أول مرة من زمان أسجد وأنا فعلا حاسة بكل كلمة بقولها. دعيت وقلبي بيتكلم قبل لساني، قلت له يا رب أنا رجعت لك وراضية بأي حاجة، بس ما تحرمنيش منك تاني. ومن اليوم ده بدأت أفتح المصحف تاني وأصلي بقيام حتى لو ركعتين، وأقول أذكار الصباح كده بتركيز، مش عادة يعني، مش حاجة كده بقولها وخلاص، لأ ده أنا بركز في كل كلمة بقولها. كنت كل يوم برجع خطوة وقلبي بيرجع ينبض بالحياة. تعالوا كده يا بنات بقى أحكي لكم عن المعجزة اللي حصلت وغيرت لي الواقع كله بعد الرجوع. هي المعجزة مش شرط تكون فلوس جات لي مثلا، أو مشكلة كانت عندي واتحلت. المعجزة هي كانت في قلبي. أول مرة من سنين أحس بالسكينة، أحس إني مش لوحدي، إن ربنا فعلا معايا، سامعني، شايفني، بيحبني. كان ليا دعاء قديم جدا كنت بدعيه وكنت ناسياه، وسبحان الله بعد أيام من رجوعي لقيت الدعاء ده اتحقق، والحمد لله رب العالمين. اللي كنت خايفة منه حصل، يعني في حاجة كده كنت خايفة منها وحصلت، بس عدت بسلام من غير أي مشاكل. اللي كنت شايلة همه ربنا كفاني شره من غير ما أتكلم. ووقتها عرفت يا بنات إن أقرب طريق للفرح هو الرجوع لربنا سبحانه وتعالى، إنك ترجعي لربنا. ربنا جميل قوي، ربنا كريم وحنين قوي قوي على عباده. في آخر الفيديو كده أحب أقول رسالة للناس اللي زيي، أقول لكم إن أنا مش ملاك ولا حياتي مثالية، ولا إن أنا مثلا ما بغلطش، لأ بغلط وبضعف، بس لما برجع قلبي بسرعة بلاقي ربنا دايما فاتح لي الباب.
عايزة أقول لكم، لو حاسة إنك بعيدة ما تستنيش إن انت تتغيري علشان انت ترجعي، لا، ارجعي علشان تتغيري. خدي خطوة، حتى لو كانت بدعاء أو بكلمة أو بدمعة أو بركعتين قيام. صدقيني اللي حصل معايا ممكن يحصل معاك، لأن ربنا مش بيقفل بابه أبدا. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه حاولوا تشاركوه مع غيركم، خدوا الثواب وخدوا الأجر، وشاركوه مع أصحابكم ومع حبايبكم. ما تبخلوش لو حتى بكلمة حلوة سمعتوها ممكن تيسر عليكم الطريق لربنا، عرفوا غيركم بيه. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.